أفاد المحامي محمد الناجي غرسلي عضو فريق الدفاع عن الناشط السياسي أحمد الصافي سعيد في تصريح اليوم بأن القضاء الجزائري أصدر حكما على الصافي سعيد بالسجن ل3 أشهر مع تأجيل التنفيذ بعد توقيفه ل3 أيام قبيل تسليمه إلى تونس. وأشار الغرسلي إلى المعاملة الطيبة جدا التي تلقاها صافي سعيد من السلطات الجزائرية، وأضاف بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اتخذت قرارا جريئا بإحالة الصافي سعيد في حالة سراح إلى المحكمة بفريانة بتهمة اجتياز الحدود دون ترخيص. كما كشف الغرسلي بأن المحكمة الناحية بفريانة قررت اليوم التخلي عن قضية الصافي سعيد لفائدة محكمة الناحية بفوسانة، نظرا لأن منطقة بودرياس التي تم اجتياز الحدود منها تقع ضمن الاختصاص الترابي لمحكمة الناحية بفوسانة.